السلام عليكم، معكم لي سافير دو كاري. نقول لكم مرحبا بكم، مرحبا بالجميع. ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم الوصفه تاع المطلوع تاع الفرينه. جبت لكم هاد الوصفه، تقدروا طيبوه في الطاجين وكما تقدروا طيبوه في الفوغ، يعني في الكوشه عاديه اللي عندكم في الدار. عندكم ديزاستوس لازم تتبعوا النصائح اللي حين مدهم لكم. نروحوا المقادير. هنا عندي 3 كيلات تاع فرينه. هاد الكيل راح يجيب لكم 3 خبيزات، يعني بمقادير مضبوطة. تبعوا برك المقادير راح ينجح لكم 100% هاد الخبز. نصيروهم، نزيدو نديرو مغرفة كبيرة تاع خميرة فورية، ومغرفة كبيرة تاع السكر كريستاليزي، ومغرفة ممسوحة تاع الملح. نزيدولو شوية سانوج وشوية حبة حلاوة، هذا على حسب الذوق، اللي تحب ديرهم اللي تحب ما ديرهمش. نخلطوا النواشف هكذا مع بعض، ومن بعد نجيب الماء دافي، نبدا نكب هكذا بالعقل ونلم في العجينه تاعي تدريجيا حتى نتحصلوا على عجينه تكون تتلاصق، يعني طريه بالبزاف. وهذا هو السر تاع المطلوع باش يجينا خفيف ومهوي وفارغ من الداخل. لازم العجينه تجي تتلاصق. فوالا، شوفوا هذيك لا تكستور تاعها، هكذا لازم تجي العجينه. انا دالي الماء كاس وربع. هاوليك، هنا ما نعجنوها ما ندلكوها، نجيبو شويه زيت هكذا ندهنوه السطح ديالها بالزيت ونغطوها ونخليوها تتفاعل واحد العشر دقائق الى ربع ساعه ونولو ليها. هكذا نغطوها. بعد ما تفاعلت لنا، شوفوا 10 دقائق، نزيدو نديرو شويه زيت في يدينا، باسكو كيما تعرفوا العجينه راهي تتلاصق بالبزاف. ندهنو يدينا بالزيت ونبداو نحبطو هذاك الخمور تاع العجين تاعنا هكذايا، ونحكمو العجينه تاعنا ونخبطوها كيما راكم تشوفوا. نقلبوها كيما يقولوا نقلبوها في بعضها ونبداو نخبطو فيها. الا كانت عندكم كونتيتيز كبيره جيبوا جفنه ولا خبطوها فوق لو بلان دو طرافاي. هايليك، شوفوا كيش راهي تتلاصق. نعاونو روحنا بالزيت. هذا هو السر تاع المطلوع تاعنا باش يجيكم خفيف، تخبطوه لازم. وهذا المطلوع ما يطلبش الدلك. شوفوا هذيك لا تيكستور، يعني كي بدينا نخبطوا فيه يولي ما يلصقش. يعني شوفوا العجينه تولي متماسكه. وشنو كي تخلطوا فيها بزاف تلصق لكم. ندهنوها بشويه زيت ونزيدو نخمروها 10 دقائق واحد اخرين. صافيك هذه لا دوزيام فوا. هذا المطلوع نخمروه 3 خطرات. فوالا، نزيد ندهن يدي بالزيت ونحبط له الخمور تاعو. شوفوا دوك الفقاعات راهو بداو يخرجوا له، يتسمى العجين تاعنا راهو ناجح. نزيدو نخبطوه هكذا 3 خطرات 4، نخرجوا له كامل لي غاز اللي يكونوا فيه. يعني لو كان تبعوا الطريقه كيفاش راني ندير والنصائح اللي راني نهضر عليهم ينجح لكم. شوفوا كيفاش راهو يلصق من الداخل. على بها قلت لكم ديروا الزيت. فوالا، العجينه راهي تشهي في يدي. واحد القوام اللي راهو فيها لازم تجربوه البنات. نغطوه ونزيدو نخمروه بوغ لا تخوازيام فوا. نعاودو نوليو ليه 10 دقائق تاني واحد اخرين. فوالا، هنايا واش نديرو؟ نبداو نقرصو فيهم. شوفوا شكلنا 3 خبزات ويجونا خبزات ما شاء الله يعني كبار. هنا عندي في تبسي ندير فيه شويه سميد رطب ونحط الخبيزات تاوعي هكذا. شوفوا كيفاش راني نقلب في الخبزه من الداخل، يعني دخلوها في بعضها. هايليك، يعني راهو خبز ساهل ماهل، في ساعه وانتم كملتوه. شوفوا كيفاش راني نقلب فيه، يعني تبعوا برك الطريقه والنصائح رايحين تنجحوا فيه. راني على المبتدئات بيان سور، ما رانيش على النساء
اللي يعرفوا الله يبارك عليكم، ما شاء الله. أنا ماذا بيا كل مرة اللي تعرف تعلم وحدة اللي ما تعرفش، هكذا باش بناتنا يتعلموا كامل. وأنا بوكو بلوس راني نعلم المبتدئات والبنات الصغارات هادو اللي راهم جايين للدنيا، إن شاء الله برك يتعلموا ويوليو لالا تنسى. نحطوهم في سنيوة ونديرو بابي كويسون ونقرصوهم لداخل، هكذا شوفوا نخدم على النقا، يعني الدنيا راهي مقيقية، ما كاين حتى حبة سميد في فوق البلان دو طرافاي. هكذا ندير زوج في الكوشة وحدة نديرها لكم طاجين، هكذا باش تاخدو عليها نظرة وفكرة او ميم طون. هكذا نقرصوهم كامل، نشكلوهم خبيزات، وشنو شكلوهم رقاق، ما ديروهمش خشان بزاف، باسكو الا درتوهم خشان راح تجيكم اللبابة بزاف وما يجيكمش مليح، يجيكم خشين. فوالا شوفوا مباشرة نحطها فوق الطاجين بعد ما سخنتو بيان سور، لازم الطاجين والفوغ يسخنوا أعلى درجة. نوصي ونعاود سورتو الفوغ، البنات أنا الفوغ سخنتو زوج سوايع قبل ما نبدا الخدمة. اللي عندهم الفوغ تاع السعادة ولا تاع تلمسان هذاك راحكم رايحين يجيكم خبز ما شاء الله. اللي عندها كويزينيير ولا فوغ إلكتريك تاع الدار سخنوهم زوج سوايع من قبل. وشنو نعطيكم نصيحة، الخبز تاع الكوشة يطيب غير من الفوق، يعني شعلوه من الأول كي تسخنوه شعلوه من التحت، ومن بعد كي يطيب سخنوه من الفوق. ولا طيبنا الخبزة الأولى في الطاجين كيما شفتوا، هذه طيبتها في الكوشة يعني مازالت سخونة، لازم غير يطيب حطوه في ان تورشون باش يطرى لكم. فوالا شوفوا الخبزة بعد ما قسمتها، شوفوا كيفاش جاني ما شاء الله، شوفوا خيوط خيوط من الداخل وخفيف. فوالا نحب ندير هذا تاع التغماس اللي في الكوشة، هذا باش نغمسو به، وتاع الطاجين درتو للشوربة. هاوليك شوفوا، ولكم الاختيار، تحبوا ديروه في الطاجين تحبوا ديروه في الكوشة، يعني ناجح من كل طرفين. شوفوا كيفاش جاني في خفيف تاع الطاجين، هاكو تشوفوا كيفاش راهو فارغ في الوسط، يعني ما شاء الله. وهذوك الفقاعات ما شاء الله جاني. نزيد نقسم معاكم خبزة. وشنو نصيحة البنات، غير يطيب لكم حطوه في طرشونة، لويوه وخليوه واحد نص ساعة من بعد قسموه. شوفوا الله الله كيفاش جا يوالم حتى لي ساندويتش البنات. هذا تقدروا ديروه للشاورما، يجيكم هايل. ان شاء الله يكون عجبكم المطلع تاع اليوم، وانا نوصيكم خذوا بالنصائح اللي راني نقولكم عليهم، باسكو راهم في مصلحتكم وتنجحوا فيه ان شاء الله. وما تنسوش البنات ديروا البارطاج هكذايا باش تعم الفائده على الجميع، وزيدوا هذاك الجنب باش يطلع لي الفيديو، وربي راهو شاهد عليا راني نمد بالمصداقيه وبالقلب الصافي. وان شاء الله ان شاء الله الوصفات تاوعي يعجبوكم، وكي تجربوهم ينجحوا لكم من اول تجربه ان شاء الله. لحقنا نهايه الفيديو، نقولكم بقاو على خير.